تنسيق فرش وديكور شقة 107 متر. ده الوضع الحالي للشقة كتوزيع فراغات وكأعمدة وكقمر. بالنسبة لي العميل هنا محتاج ان هو ينقل، فعايز الفرش القديم ينقله بكل ما فيه مع بعض اضافات تخدم احتياجه الجديد. اول فراغ اشتغلت فيه هو الريسبشن. اول حاجة اخدتها هي صور للفرش القائم بالنسبة للريسبشن بتاع العميل واحتياجه ايه في الريسبشن. كان عنده ركنة وسفرة وبوفيه ونيش وجزامة. كل العناصر دي كلها هو محتاج ينقلها عنده. محتاج يضيف شوية عناصر للفرش بحيث ان لو جاله ضيوف اكتر يبقى في قدرة استيعاب لعدد افراد اكتر. خدت ابعاد الفرش القديم، فرشت الريسبشن بتاعي بكل العناصر اللي موجودة. كان فيها عندنا المطبخ ضيق فاخدنا حتة من الريسبشن عشان نحط فيها التلاجة والفريزر. بالنسبة لي هنا بلكونة، فهو الركنة بتاعته اخدت الحتة دي مع الترابيزة والبفين بتوعه. فكان افضل حل بالنسبة لي عشان اسيب ولو مجرد حتة بسيطة ان هم يعدوا منها. حطيت الكنبة بالحجم ده وحطيت 2 كرسي وحطيت ترابيزة بنفس شكل الترابيزة القديمة، والسفرة بتاعته بنفس العدد بتاعها بنفس الشكل، والبوفيه بتاعه والنيش والجزامة. من العميل الافكار اللي حاببها بصيت برضو لبالة الالوان بتاعت الفرش بتاعه، هي اسود وجراي فاتح وجراي غامق، فلازم انا امشي في المود ده. بدأت اشتغل على الافكار اللي حاببها العميل. بالنسبة لمنطقة التلفزيون كان حابب ميكس تجليد ما بين بديل الرخام وبديل الخشب، وحابب ان يكون في مكتبة عند التلفزيون. بالنسبة للمنطقة دي كوضع حالي عندي كرفعة اهو، في جزء هنا بارز وجزء بارز، والحتة ديت فاضية بس في هنا كاميرا. فلما جيت اشتغل في الماكس الحتة دي اتقفلت، وهنا عملت المكتبة اللي هو عايزها، وهنا حطيت بديل الخشب وجلدت الجزء البارز ده مع بيت نور بالبديل الرخام اللي هو كان عايزه. وبقيت التقفيلة دي مقفولة خالص علشان خاطر الجزام. هنا حطيت الركنة بتاعته بأبعادها زي ما اتبعتلي، والبفين بتوعه حطيتهم، والترابيزة القديمة. ضفت انا ترابيزة جديدة بحجم اكبر شوية، وحطيت عندي هنا كنبة صغيرة وكرسيين، وسبت المسافة دي مفتوحة بحيث ان اللي يطلع هنا، والجزء ده حطيت ترابيزة عادي يشتغلوا ويحطوها بشكل مرتاح جدا. بالنسبة لشكل التجليدة فدي التنسيق اللي العميل كان طالبه، واستغليت انا برضو ان الحتة دي داخلة لجوه فعملت دي طايرة